عارفين ايه اللي بيخلي البانيه طري من جوه؟ انك تسيبيه في التتبيله اطول وقت ممكن. بس المره دي وانا بقلب الفراخ حسيت بحاجه غريبه قوي. الملمس ما كانش ملمس فراخ، مع اني كنت واقفه لوحدي في المطبخ، والساعه كانت حوالي 1 بالليل والبيت كله نايم. وانا بقلب بايدي حسيت بصوابع تانية ساقعة جدا بتلمس ايدي من تحت التتبيلة، كأن في حد مستخبي جوه الطبق وبيلعب معايا. سحبت ايدي بسرعة وبصيت جوه الطبق، ما كانش فيه غير قطع الفراخ والبهارات، بس التتبيلة كانت بتتحرك لوحدها كأن في نفس طالع منها. حاولت أكدب عيني وطلعت قطعة البانيه وبدأت أضغط عليها في البقسماط عشان الغلاف يمسك وما يفكش. وفجأة النور بدأ يترعش، وفي لحظة ضلمة سريعة سمعت صوت نهجان عالي جدا جاي من ورا ودني اليمين. وقفت ايدي عن الحركة والنهجان وقف. كملت ضغط على قطعة البانيه، لقيتها بتنقبض كأنها قلب لسه بيدق. رميتها من ايدي وانا مرعوبة، بس لما النور ثبت لقيتها قطعة بانيه عادية جدا. بس الغريب ان كان عليها اثر عضة سنان صغيرة في الطرف، وكأن في حد اكل منها حتة وهي لسه نية. نزلت الفراخ في الزيت السخن وصوت القرمشة بدأ يعلى ويملى المطبخ. كنت بحاول أركز في الطاسة عشان ما اسرحش، بس كان في بخار زيت طالع. شفت فيه ملامح وش بيتشكل قدامي بوضوح، وش ست عجوزة عينيها مطفية وبتقولي بصوت واطي قوي: زودي الملح يا بنتي، الملح بيطردنا. من خضة علبة الملح كلها وقعت من ايدي في الطاسة، والزيت بدأ يطرطش في كل حتة بشكل جنوني، كأن في حد بيتحرق جواه وبيحاول يخرج. ده شكل البانيه النهائي مقرمش زي ما انتوا شايفين. بس أغرب حاجة حصلت إني لما جيت أغسل المواعين لقيت سلك المواعين ملفوف حوالين صوابعي بقوة، وكأن حد بيحاول يجر إيدي لفتحة الحوض. البانيه طعمه حلو قوي، بس نصيحة: لو هتطبخوا بالليل بلاش تبصوا في بخار الزيت كتير، عشان اللي بيظهر فيه ما بيتنسيش. وبالهنا والشفا. وقولولي مين حصلت له حاجة غريبة بالليل وهو واقف في المطبخ؟